في الفيديو ده هنكمل السيتنجز تاب البارت 2، ويعني بعد الفيديو ده مش هيبقى فيه بارت 3، هيبقى بس كفاية على السيتنجز تاب الجزئين دول بس. ويلا بينا نخش في الشرح. هنروح للداشبورد الجميلة بتاعتنا ونخش على أول حاجة في السيتنجز في البارت 2، وهي الدiscussion. بس يعني هفكرك تاني للمرة التالتة تقريبا إن في حاجات أنا هتجاهلها، والمفاجأة اللي احنا الدiscussion كلها مؤجلة للبوستس لسبب معين. انا لو قعدت اشرح لك كل حاجه بتعمل ايه من السيتنجز دي، يعني انت محتاج الكورس ده يعني، او تقريبا الجزئيه دي هتاخد لوحدها ساعه ساعتين. تمام. وعايز اقول لك اللي بنسبه 80% انت مش هتستعمل الحاجات دي كلها اصلا، يعني انت بس هتستعمل حاجات معينه و وممكن كمان ما تحتاجهاش. ممكن الحاجة الظريفة اللي انت تحتاج تعدلها من هنا، وهي اي يوزر بيسجل جديد في الموقع ايه هي بتبقى الايقونة بتاعته. يعني دي حاجة ظريفة كده، اللي هي بتبقى حاجات جينيريتد، كل يوزر بيبقى ليه شكل معين او افاتار معين، او ممكن بعدين ببلجن نخلي كل يوزر يحط الصورة اللي هو عايزها. بس يعني احب اقول لك السكشن كله بتاع الدسكشن ده احنا مش محتاجين نشرحه دلوقتي، الا ممكن لما نخش على الفيديوهات بتاعت البوست ممكن نبقى نرجع كمان لجزئيات من الدسكشن مش كلها. فالجزء ده نتجاهله مؤقتا ونخش على الميديا. ايه هي الميديا او ايه هي السيتنجز الميديا؟ طبعا دي حاجة لازم تعرفها قبل ما تخش على الفيديو بتاع الميديا، وهي ان اللي انت لما بترفع صورة على الورد بريس، الصورة دي بيتعمل منها 3 نسخ كمان. يعني بيبقى فيه النسخة الاوريجينال اللي انت رفعتها من على البي سي بتاعك، النسخة دي بتتاخد بيتعمل منها 3 نسخ كمان. نسخة اسمها السب نيل سايز، ودي بتبقى يعني الصورة بتاعتك بيتعمل لها كروب 150 في 150 بيكسلز، و فيرجن تاني ميديوم بيبقى 300 في 300، وهي لارج سايز 1024 في 1024. بس عايز اقول لك الصوره ما بتبقاش مربع، يعني ما تفتكرش اللي مثلا دي ايه، مربع مساحته صغيره، مربع مساحته ميديوم، مربع مساحته لارج، لا خالص. الصوره بتاعتك لو مثلا 2000 في 600، تمام، ركز في اللي انا اقوله ده، الصورة بتاعتك 2000 في 600، 2000 عرض في 600 ارتفاع. وهو هنا بيقول لك اللي هو اللارج سايز 1024 في 1024. فهو هيعمل ايه بقى؟ ركز في دي، هيقطع او هيعمل كروب للويتس بس. يعني ال 2000 دي هتبقى 1024 بس، الهايت مش هيقص منه حاجة، يعني هيبقى 1024 في 600 زي ما هي، او بيتعمل لها ريسايز معين بشكل معين. تمام. او يعني بيعمل لها كلها ريسايز على بناء على الويتس، او سواء الطول اللي هو الاكبر او العرض هو الاكبر. يعني دي حاجة هتفهمها قدام لما نتقدم في الكورس شوية ونخش في سيكشن الاليمنتور والصور تحديدا، يعني دي اللي هيبقى ليها الاستعمالات اكتر. بالنسبه للابلودنج فايلز، هو هنا بيقول لك organize my uploads into months and year، يعني عشان لما تيجي تعمل فلتر للميديا ما تتوهش، وهتفهم الكلام ده في فيديو الميديا، عشان الميديا فعلا لو مش عارف او مش مسمي كويس وعندك مثلا 2000 3000 ميديا، فانت لو بتحاول تدور على صورة معينة انت هتوه وغالبا هتيأس، يعني عشان بتبقى صعبة جدا. وهنفهم الكلام ده واقول لك اللي انت ازاي تورجنايز الميديا بتاعتك بطريقة جميلة جدا. نيجي بقى لأهم حاجة في السيتنجز كلها، وهي البيرما لينكس. ايه هي البيرما لينكس؟ انا هحاول افهمك فهم بسيط للبيرما لينكس من غير ما تقعد نقرا الكلام ده كله. لا 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 خالص، انا هقول لك البيرما لينكس دي هي عبارة عن ايه. بص كده، تعالى نعمل الفيو ده ونفتح الموقع بتاع الووردبريس بتاعنا. شايف الدومين هنا ايه؟ الدومين هنا ووردبريس داش كورس دوت لوكال. تمام. تمام، ركز في اللي هيحصل ده دلوقتي. احنا دلوقتي هنروح للبوست بتاع هالو وورلد. تمام، هندوس عليه. شايف هنا ظاهر ازاي؟ بيقول لك ووردبريس داش كورس دوت لوكال سلاش هالو وورلد، ده البيرما لينك. طريقة او الاستراكشر بتاع اليو ار ال بتاعك بيبقى عامل ازاي؟ طب هتسأل سؤال، يعني مين مهتم؟ محدش مهتم بالكلام ده. احب اقول لك ان السيتنجز ده
ممكن يخرب لك ملفات CSS، ممكن يخرب لك صور، ممكن يخرب لك ال SEO، ممكن يخرب لك الموقع نفسه، ممكن يعمل لك ثرو ل 404 ايرور نوت فاوند. الاوبشن ده كارثي، الاوبشن ده لو ما اتعملش بوست نيم تحديدا، يعني الووردبريس واغلب البلجنز وكل الناس واي اكسبرت تاني او اي واحد خبير في الووردبريس هيقول لك دايما خلي البيرمالينك بتاع الستراكشر بتاعتك بوست نيم بس. تعالى مثلا نعمل حاجة تانية، نخليها day and name، تمام، ونقول له save changes، ونيجي هنا نعمل refresh. تمام، بص هنا بعمل ازاي، التاريخ الاول بعد كده hello world. ده يعني انت كده يعني عارف اللي هو ايه، انت بتعذب الاي سي او، انت بتعذب السيرش انجن اللي هو يعمل اندكس السايت بتاعتك. يعني اللي هو ليه العذاب؟ ليه بتحط لي التاريخ قبل الاسم البوست؟ اللي هو انت ليه بتعمل فيا كده؟ في حاجه كمان، البلين دي غالبا الورد بريس بينزل بيها باي ديفولت، بس هم يعني غيروها خلوها البوست نيم. بس يعني في بعض الحالات هتلاقيها بلين كده. تمام، تعالى نعمل سيف تشينجز ونعمل هنا ريفرش. تمام، طبعا هو عمل ثرو لايرور 404 اللي هو نوت فاوند، مش لاقي اصلا الكلام اللي انت كاتبه ده، بس هو يعني هو هنا مش ظاهر. تعالوا نروح كده للبوست ده اند بي، يعني علامة الاستفهام دي في اليو ار ال بيبقى اسمها اند بي بيساوي واحد. بالله عليك انا كسيرش انجن او يعني محرك بحث، انا فهمت ايه من ده؟ ايه ده يعني ده لينك لايه ولا ده بيودي لايه؟ فده يعني البلين ده تقريبا اسوأ حاجه لمحركات البحث اللي انت تخليها بالمنظر ده. عشان كده دايما دايما خلي البيرمالينك ستراكشر بتاعتك بوست نيم، دي قاعده اساسيه وحاجه لازم تعملها في كل الحالات. وطبعا لما بنيجي هنا نعدل البيرمالينكس في ملف اسمه htAccess، الملف ده مش هنحتاج بيه دلوقتي الا لما نروح لسيكشن الديباجنج. يعني احنا في سيكشن الديباجنج وتصليح الاخطاء اللي في الووردبريس، احنا ملف ال htAccess ده احنا هنعيش معاه، يعني هنفضل دايما نستعمله. لما بتيجي هنا تعمل سيف للبيرمالينكس تحديدا، ملف ال htAccess بيتعمل له ابديت. عايز اقول لك يعني بعد كده لما نتقدم في الكورس ده ان من ضمن الحاجات اللي دايما هتستعملها وانت دايما بتصلح اي مشكله في الووردبريس، هتيجي هنا في البيرمالينكس تدوس بوست نيم حتى لو هي كان معمول لها بوست نيم وتعمل سيف شينجز. عارف التاثير ده زي ايه؟ عارف الراوتر دايما لما بيهنج او تلاقي ان النت مثلا فصل، دايما في يعني حاجه من التقاليد المتعارف عليها اللي احنا بنعمل ريستارت للراوتر. هل انت بتعرف او هل انت عارف انت بتعمل ريستارت للراوتر ليه؟ لا انت ما تعرفش، انت بس مجرد يعني بتحس الريستارت ممكن يعمل حل. نفس الكلام هنا، بتيجي هنا بالبيرمالينكس سيتنجز بتقول له بوست نيم حتى لو هو بوست نيم، وبرضه تعمل له سيف شينجز. ده بيعمل ريستارت او بيعمل ريجنريت لملف ال htAccess، والريجنريشن ده ممكن يصلح مشكلة كانت فعلا موجودة في الملف ده واحنا مش عارفين. بس طبعا ده كلام ادفانسد دلوقتي ممكن تكون مش فاهمه قوي عشان احنا لسه ما احتكناش بالملف ده دلوقتي. يعني الاوبشنال دي يعني زي يعني هو بص هو شرح نفسه بيقول لك اوبشنال، فيعني مش هنشرحها دلوقتي عشان هي حاجه ملهاش لازمه دلوقتي فهنتجاهلها. تمام، اهم حاجه تركز فيها في الفيديو ده هي البيرمالينكس، وعشان كده انا طولت فيها عشان دي بجد يعني حاجه اساسيه. فاكر الاساسيات اللي انا قلت لك عليها واحنا بنعمل موقع ووردبريس، اللي هو هيبقى فيه شويه حاجات كده عادات وتقاليد هنعملها اول ما ننزل نسخه. هتخلي في الريدنج الهوم بيج بتاعتك الاستاتيك، هتعمل صفحه تسميها هوم بيج وتخلي هنا الهوم بيج هتخليها الصفحه دي. وهنا دايما بتيجي في البيرمالينكس تختار بوست نيم وتقول له هنا سيف شينجز، دي اساسيات. طبعا يعني دي اوبشنات تانية ممكن اللي انت تشوفها. طبعا كاستم ستراكشر دي لو انت بتعمل موقع بقى ايه، يعني لو انت حد فاهم قوي 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 في اللي انت بتعمله بتستعمل الكاستم ستراكشر دي. بس يعني انا دايما بنصحك بالبوست نيم وتقول له هنا سيف شينجز. نيجي هنا للبرايفسي وهي اخر حاجة موجودة في التاب سيتنجز او السيتنجز تاب، وهي البرايفسي ايه فكرتها؟ كل موقع الكلام ده انترناشنال، يعني كل موقع مفروض بيفولو شوية رولز او شوية حاجات معينة او حمايات لخصوصية المستخدم. يعني ده بيبقى كلام كله داش كوبي بيست، والكلام ده عايز اقولك اللي مش انت اللي هتكتبه او مش انت اللي هتعمله اصلا. الكلام ده مفروض العميل لما بيجي مثلا يديك محتوى الموقع ده اساسي لازم بيديك صفحة
البرايفسي بوليسي تحديدا بقى لو انت بتعمل موقع لمحامي مثلا. يعني لو انت بتعمل موقع لمحامي، الملف ده هيجيلك بيه قبل محتوى أو قبل اسمه اصلا، يعني قبل ما يديك اسمه او اسم الموقع ايه او اسم اي حاجه هيديك الملف ده تقريبا. الملف ده انت بتاخده كوبي بيست زي ما هو، انت مالكش دعوه بالمعلومات خالص اللي مكتوبه فيه. ده كلام ليه علاقة باللوز والحقوق والكلام ده يعني حاجة بره مجالنا خالص. هو الملف ده بيبقى عبارة عن شوية تكست كده بتاخدهم تحطهم في صفحة اسمها privacy policy، وبتيجي هنا change your privacy policy page، تختار الصفحة اللي انت حطيت فيها الكلام ده وتقول له use this page as privacy policy page. وهنا طبعا بيقول لك البوليسي جايد لو انت بقى عايز تتعمق في الموضوع ده. بس يعني انت اصلا الكورس ده كبير، فاحنا كمان مش ناقصين اللي احنا نشرح فيه البرايفسي بوليسي جايد والكلام ده كله. انا بس بفهمك الفكرة بتاعت ايه البرايفسي بوليسي بيج. وبس كده نبقى احنا اخيرا خلصنا السيتنجز تاب. انا عارف هي كانت تاب كبيرة شوية فيها معلومات كتير، بس صدقني التاب اللي انا بتعمق فيها وبشرح فيها حاجات كتير، اعرف اللي هي مهمة واعرف اللي احنا هنرجع لها كتير زي ما انا ما قلت في الفيديوهات اللي فاتت.